دوار شينوا، قرية مغربية وسكانها بملامح اسيوية، عينيهم مجبدين وشعرهم مرطب مسبسب وكيهضروا بالفيتنامية وحتى بالدارجة المغربية. ني هاو. فشنو هي قصتهم وكيفاش حتى دخلوا للمغرب؟ في عام 1950 فرنسا اللي كانت مستعمرة المغرب جندت شباب مغاربة ودخلتهم الحرب في الفيتنام اللي ما كان عندهم فيها لا اناقة ولا جمال. هادشي اللي خلاهم يتعاطفوا مع الشعب الفيتنامي اللي مغتصب في ارضه ويحاربوا معاهم ضد فرنسا والولايات المتحدة الامريكية، الحرب اللي ماتوا فيها اكثر من 2 مليون شخص. بناو سنة 1956 بسواعد مغربية وسط الحرب باب على الطريقة المغربية كتذكار لهاد المغاربة اللي حاربوا مع الفيتناميين. وهاد الشباب المغاربة تزوجوا في الفيتنام بالفيتناميات وعاشوا تما اكثر من 20 عام. تعارفنا مع بعضياتنا، عاونونا الفيتناميين، تزوجنا، درنا الكاغط، ولدنا وليدات تماك ولدت في 6 الوليدات وجيت لهنا عاوتاني زدت 4. ورجعوا للمغرب مع العائلات ديالهم سنة 1972 وكانت أكثر من 85 أسرة. والحسن الثاني الله يرحمه خيرهم ما بين 2 ديال الحوايج، يا إما شقة في المدينة ولا أرض في البادية، وأغلبيتهم اختاروا أراضي في سيدي يحيى الغرب اللي من بعد تسمى دوار شينوا. ولادهم كبروا وقراوا وفتحوا أكثر من 18 مطعم ديال الأكل الآسيوية خصوصا الفيتنامية. أنا في الحقيقة مغربية، دمي مغربي لأن با مغربي، ولكن او ميم طون كيعجبني الانسان يعيط ليا فيتناميه. الحرب الفيتناميه الحرب اللي خرجت فيها فرنسا، الولايات المتحده الامريكيه وبزاف ديال الدول خاسرين من هذه الحرب هذه. وحرب فيتنام راه تكتبوا عليها قصص وداروا عليها افلام، وهذه اشهر صوره لربما تكونوا شفتوها وقاسيه بزاف في حرب الفيتنام. من شافت سفيرة الفيتنام في المغرب باب المغاربة في الفيتنام وعرفات قصتهم قالت لهم والو، حتى حنا في دوار شينوا غادي نديروا باب على الطراز الفيتنامي. وداك الشيء اللي كان داروا باب في دوار شينوا على الطراز الفيتنامي. نهار فتحي حضر هذا الباب كان حفل كبير بزاف، حضروا فيه الناس ديال الدوار وسفيرة الفيتنام وحتى الدواور المجاورة. وهذه هي قصة دوار شينوا في المغرب. كان معكم خوكم عادل الشرقاوي، تنساش لايك، اشترك في القناه، ضغط لي على ديك الجرس وحاول تبارطاجي الفيديو الماكسيموم مع صحابك. تلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه موضوع جديد، فيديو جديد. تهلاو لي فراسكم.